السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كويزين زين بإدريسي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك او واحد لاطاغت. المهم هي تجي قريبه لاطاغت على الكيك بالتفاح وبواحد المكون اللي هو سحري تيجيبها بنينه بزاف. كنتمنى الفكره ديال اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلايك باش الفيديو يوصل للناس وحدين اخرين. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم فعلوا الجرس وضغطوا على زر ابوني باش دائما يوصلكم الجديد من مطبخي. ونخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نحتاج 3 ديال البيضات، غادي نضيف عليهم واحد القبصه من الملح. مهم داك الملح الدور ديالو هو انه غيعدل لينا السكر في الكيك. غادي نضيف نصف كاس من السكر، العبار ديال السكر هو الكاس ديال العنبه. غادي نخلط البيض والسكر جيدا وغادي نضيف واحد نصف كاس من الزيت نباتي كما تشوفوا. قلت لكم العبار ديال الكاس ديال العنبه. وغادي نرجع نخلط الكل جيدا. هنا ما غنحتاجوش الخلاط الكهربائي فهو بيدينا، والخلاط اليدوي غتخلط لينا بكل سهوله لانه حنا ما محتاجينش انه البيض يطلع لينا بزاف. المهم هو انه يذوب السكر ويدخل لينا وسط من البيض هو والزيت، هذاك هو الاهم. وغادي نبقاو نضيفوا باقي المكونات بشويه بشويه. هنا غادي نضيف كيس من الفاني، الحجم ديالو اللي هو تقريبا واحد 8 غرام. وغادي نرجع نخلط واحد التخليطه خفيفه باش هكا يدخل لي تما. وغادي نضيف كذلك واحد العلبه من الياغورت. ديروا اي نكهه توفرات عندكم، ماشي ضروري شي نكهه معينه، المهم اللي هو توفر عندكم تقدروا انكم تخدموا به. انا هنا خدمت كان عندي لي فخويروج هو باش خدمت. غادي نرجع غنخلط بشكل جيد هذاك الياغورت مع باقي المكونات اللي انايا درت. وغادي ناخذ واحد الكاس من الدقيق، العبار ديال الكاس ديال العنبه. كاس من الدقيق غادي نضيف عليه كيس من خميرات الحلويات، وحده راه كافيه، هذه الوزن ديالها 7.5 او 8 تقريبا. وغادي نرجع نخلط هذوك المكونات بشكل جيد مع باقي المكونات اللي هي ديجا انا درتها من قبل. خلطهم مزيان، ما تخليوش دوك الكويرات ديال الطحين تيبانوا. وغادي ناخذ المكون السحري اللي هو اللوز. خديته بقشرته ما محمر ما والو، اللوز خضر بقشرته وطحنته شويه، راه مطحون مزيان وشويه راه بقى مهرمش باش تيجي ديك التعليكه ديالو تجي زوينه لداخل. وصافي هادو هما المكونات ديالنا ديال هاد الكيك او هاد لاطاغ. غادي نحرك بشكل جيد. وغادي ناخذ الاطار اللي غادي نخدم فيه. انا خديت هذا المول اللي تيتهز من الوسط باش يجيني ساهل هكا باش نجبد منه الكيك ديالي من بعد. غادي نوضع ورق ديال الفرن وغادي نخوي هذاك الكيك ديالي هكا فيه بشكل متساوي، ونحاول انني نوزعه بشكل متساوي هكا من الوجه ونخليه على جنب. غادي ناخذ واحد جوج ديال التفاحات. المهم انا خديت هنايا الحجم اللي هو صغير، راه التفاح موجود، خذوا التفاح اللي تقدوا هكا انكم تاخذوه. المهم هو انني غنقسمه في النص. غادي نحيد ديك القشره اللي كاينه هكا كامله وغنحيد داك القلب الوسطاني. من بعد غادي نبقى نقطعو هكا بهذا الشكل سنين فات اللي يجيوني رقاق. ها نتوما كي تشوفوا بهذا الشكل غنقطعوهم ونحصلوا عليهم هكا يكونوا رقاق باش منين طيب لنا الكيك ديالنا تيجي طايب وتيجي زوين وسط منه. بعد ما كملت الكميه كامله فانا غادي ناخذها وغادي نبدا نستفها فوق من الكيك ديالي. هانتوما شوفوا غنبقى نستف هكا بشويه بشويه وانا تندور يدي حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. انا كفاتني جوج تفاحات، اللي ما كفاهش جوج تفاحات يزيد تفاحه واحده اخرى. في هذه الاثناء انا الفرن راني شاعلاه، عندي ايتيمات اللي هو صغير على 200 درجه من الفوق ومن التحت تيسخن 5 دقائق قبل ما ندخل الكيك. اللي عنده فران اللي هو ديال الضو مزيان وكبير فراه يدخلها حتى يشعل الفران ويدخلها مباشره. صافي من بعد ما كملت السالف ديال التفاح ديالي غادي ناخذ طريف ديال الزبده، غادي نوزعو هكا من الفوق طريفات صغيورين. وغادي ندير واحد الرشه من السكر. الدور ديال هذا تيخلي داك التفاح انه يتعلق ويتكغميزا وتيجينا زوين ملي تيجي طايب. صافي مباشره غادي ندخلها للفرن اللي انا قلت لكم سخنته على 200 درجه. اللي عنده فرن ديال الكهرباء اللي هو كبير ومزيان فيخدمو على 180 درجه، واللي عنده فران ديال الغاز فيطيبها من التحت حتى طيب وتكمل الطياب ديالها وتبان له التحميره بدات تطلع على الوجه. غادي يكمل ليها شويه من الفوق. ها نتوما كي تخرج محمره وزوينه. فانا هنا غادي نزين عليها واحد شويه هي تدفى باش نقد انني نهزها. وغادي نديرها فوق من الصحن اللي انا غنقدمها فيه. وغادي نجي نحيد هذاك الورق اللي انا درت فراه ساهل نقلبه لتحت
داك الرويص ديالو هكاك لتحت، وغادي نعاونو بالسباتيولا، غنجيب السباتيولا غنخشيها ما بين الكاريط اللي فيه الكيك ومن بين داك الرويص اللي قلبت، وغادي نبقى نجر هكا بشويه بشويه حتى نحيدها. المهم خدموه بشويه عليكم باش ما تفرتوش الكيك ديالكم، ولا خفتو خليوها حتى تبرد وعاد حيدوه. غناخد دابا الناباج وغادي ندهنو هكا على الوجه. انا الكيك باقي عندي دافي دونك ما نحتاجش ندفي الناباج، والناباج انا تنهز هكا من البواطه مباشره لانه بقى عندي هي داك شويه اللي غادي نخدم به. اللي عنده بواطه باقا جديده وباقي فيها بزاف يهز الكميه اللي غيحتاج فقط في واحد الزليفه ولا في طريصل ويخدم به باش ما يحمض لكمش. انا حيت داكشي اللي عندي ولا نخدم به كامل. واللي الكيك ديالو برد عاد غيخدم الناباج، يدفي الناباج شويه، واللي يخدم به بحالي الكيك اللي هو دافي يديرو مباشره ماشي مشكل، راه غادي يتوزع بشكل جيد فوق منها. وغادي ناخد واحد شويه ديال اللوز كونكاسي هكا حمرته، وغادي نبقى نديروه هكا في الجوانب بشويه بشويه، وانا هكا معرضه يدي من الجهه الاخرى وانا تندورو هكا على الحاشيه. الدور ديال هاد اللوز اولا تيعطينا شكل اللي هو زوين للكيك، تاني حاجه تيعطينا الغابيل ديال اننا حنا واضعين الكيك فيها اللوز لداخل، وثالث حاجه تيجي مقرمش وتيجي زوين تاكلوه هكا مع التفاح، تعطيكم واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوها لانه عن جد تستحق التجربه، انها زوينه. البنات اللي هما تيخدموا لي كوموند انا تنقول لكم زعما اعتمدوها في لي كوموند ديالكم، راه ما غاديش تخيبكم، واللي خداها منكم غادي يعاود يطلب انه ياخدها منكم. والناس اللي هما في ديورهم ويصاوبوها هي لوليداتهم فراه تجي زوينه بزاف. صاوبوها لضيافكم، اكيد اللي ذاقها عندكم غادي يطلب منكم المقادير. فغادي ندير عاوتاني اللوز هكا في الوسط، وغادي ندير كميه اللي هي مزيانه، وغادي نوزع هكا بصبعي باش نلصق داك اللوز يلصق لي كله في الناباج، ما يبقاش هكا هي مقبب من الفوق ويتشتت من يجيو نقطعوها. صافي غادي نرجع نشوف البلايص اللي ما فيهمش داك اللوز غادي نعاود نزيد ليهم اللوز، وهكا تكون الكيك ديالي فهي واجده. راه قلت لكم تجي قريبه لا طاغط على الكيك، ما تجيش منفوخه وتجي زوينه في الماكله. مهم قدموها مع العصير، قدموها مع حليبه، قدموها مع ماش نتوما بغيتو، بالصحه والراحه. نتمنى الفيديو ديال اليوم انه كان نال الاعجاب ديالكم. نتمنى اختي وخويا اللي باقي ما داروش اللايك وتفرجتوا في الفيديو كامل وعجبكم انكم ديروا لايك وتخليو كومونتير زوين وبارطاجيوه مع احبابكم مع اصحابكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. دوك لي لايك ديالكم فهما تيفيدوني انه باش الفيديو يوصل للناس وحدين اخرين. المهم اللي عجبو المحتوى وعجبو الفيديو يحاول ما امكن ان ينشره مع ناس وحدين اخرين، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.